يا مساء الفل. لو أول مرة بتسمعنا فده أكيد من حظنا الحلو، ولو حابب ترجع للحلقات اللي فاتت هتلاقيها موجودة على التيك توك فيسبوك يوتيوب زي ما انت عايز، ولو مش أول مرة فانت كده كده صاحب بيت منورنا والله. النهارده بقى عايزه افكركم بترند كان موجود من فتره على اغنيه بوسي يا ابويا كنت منعتني. تفتكر فعلا لو عندك امكانيه انك ترجع بالوقت والزمن عشان تصلح غلطات او تشيل ناس مروا في حياتك وانت شايف كده ان حياتك كانت هتبقى احسن بكتير؟ هو بيني وبينك انت حتى لو عندك الامكانيه دي هتعيد نفس الغلطات بالاشخاص من غير ما تحس. ايه ده؟ ازاي يعني؟ انا اكيد مش هعيد ولا غلطه ولا هعرف ناس كتير. هو يوسفني اقولك ان ده مش هيحصل، لان دي حاجه كده اسمها التوازن في نفسك من خلال نقيض شخصيتك. باختصار يعني ان شخصيتك ونفسك مش هيكونوا افضل الا لما تتعامل مع شخصيه عكسك تماما عشان تتعلم التوازن اللي هيعمل منك نسخه افضل. بطريقه ابسط، ان انت مثلا لو شخص عاطفي جدا فانت هتقابل في حياتك شخصيات جافه وحاده جدا. لو انت شخص بيخاف ان الناس تمشي مش هتقابل الا كل الناس اللي بتمشي بسهوله. لو انت شخص مثلا بيضحي جدا فانت مش هتقابل الا ناس انانيه جدا جدا. وقيس بقى على كده اي صفه تكون عندك زياده شويتين. يعني ايه بقى؟ هيفضل مكتوب عليا ان اتاذي طول حياتي واتعامل مع ناس مش شبهي؟ لا طبعا، هي الحكايه مش كده. الفكره ان الاشخاص اللي بيمروا في حياتنا دول بيكونوا مجرد مرايات لنفسنا من جوه، اللي احنا لسه مش عارفين ازاي نشوفها لوحدنا. فالاشخاص دي بتمر في حياتك عشان تعلمك الحته دي، وعلى فكره دي بتكون على الناحيتين، سواء ان الشخص ده عمل لك حاجه كويسه او انت فاكر انه اذاك. لا طبعا، انا في ناس اذتني ووجعتني جدا والله. انت لو فهمت الموضوع ده فادك ازاي هتروح تشكرهم بنفسك على الخدمه اللي عملوها. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي دي بقى هقولها لك الحلقه الجايه. اشوفكم في حلقه جديده، وبيني وبينك فريده النجار. سلام.